لو عندك بيزنس محلي سواء مطعم، عيادة، كافيه أو حتى مكتب خدمات، أكيد نفسك العملاء يلاقوك بسهولة أول ما يكتبوا اسمك أو نوع خدمتك على جوجل. وجوجل بيزنس بروفايل هو أحد أهم الأدوات اللي بيحتاجها كل نشاط محلي أو لوكال بيزنس. بتخليك تظهر قدام العملاء المحتملين في البحث والخرائط مع كل التفاصيل اللي محتاجين يعرفوها، زي العنوان، مواعيد العمل، ورقم التليفون، الصور والتقييمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هاني دراج من شركة بيكسل واي. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض خطوة بخطوة ازاي تنشئ جوجل بيزنس بروفايل باحترافية وتزود فرص ظهور البيزنس الخاص بيك اونلاين قدام الناس اللي فعلا بتدور على خدماتك. اهلا بيكم. دلوقتي هنشوف الخطوات اللي هنعملها علشان ننشئ حساب على جوجل بيزنس بروفايل للنشاط التجاري بتاعنا. فممكن ببحث بسيط كده على جوجل انشاء نشاط تجاري على جوجل، هننزل تحت هنلاقي الرابط ده. هو الرابط ده هو نفس الرابط اللي انا كنت فاتحه. اهم حاجة تتأكد ان انت مسجل الدخول لجوجل، يعني يكون عندك حساب على جوجل. تأكد ان انت مسجل الدخول هنا، وبعدين هندوس على البدء الان. هتفتح معانا صفحة. أول خطوة بيسألنا على اسم المؤسسة، يعني اسم النشاط بتاعك، اسم المطعم، اسم العيادة، اسم الورشة. فهتكتب هنا اسم المؤسسة. فأنا هتخيل معاكم كده إن أنا المؤسسة بتاعتي أو النشاط التجاري بتاعي إن هو ورشة لصيانة السيارات. فأنا هكتب هنا اسم المؤسسة. أنا تخيلت إن المؤسسة بتاعتي أو النشاط بتاعي اسمه التربو لصيانة السيارات. وبعد كده هندوس على متابعة. الخطوة اللي بعد كده هيطلب منك اختيار نوع النشاط التجاري. خلينا كده نشوف الاختيارات الموجودة. أول اختيار البيع بالتجزئة على الإنترنت. ده معناه ان انت النشاط بتاعك فيه منتجات الناس تقدر تدخل على الموقع الالكتروني بتاعك وتشتريها اونلاين. تاني نوع متجر محلي، يعني ده معناه ان النشاط بتاعك ده عبارة عن مطعم او ورشة في الحالة اللي احنا شغالين عليها او المثال اللي احنا شغالين عليه، والعملاء بيجوا يزوروا المقر بتاعك ده. تالت حاجة نشاط تجاري في مجال الخدمات. ده معناه ان انت يا اما بتوصل المنتجات بتاعتك يا اما بتعمل زيارات منزلية، يعني مثلا حاجة زي شغل الكهربائي او شغل السباك او الشغلانات اللي زي كده، او صيانة التكييف لازم يروح المكان، لازم هو اللي يروح يعمل زيارة منزلية أو يزور المكان اللي محتاج الخدمة بتاعته. فأنت بتدوس هنا على الحاجات اللي تنطبق عليك، يعني لو أنت بتعمل التلاتة دول بتختار التلاتة، لو أنت بتعمل اتنين من تلاتة تختار الاتنين، ولو واحدة يبقى واحدة. فخلينا في المثال بتاعنا إنها متجر محلي، يعني أنا العملاء بتوعي لازم هيجي يزوروا المكان بتاعي، فأنا هختار متجر محلي. وبعد كده ندوس على التالي. الخطوة اللي بعد كده إدخال فئة النشاط التجاري. أنت هنا كده هتكتب نوع النشاط بتاعك، فمثلا لو أنت مطعم هتكتب مطعم، يبدأ يظهر لك كده اختيارات. لو أنت مثلا عيادة هتكتب عيادة، عيادة تخصصية في كذا وعيادة طبية وهكذا. ففي الحالة بتاعتي دي أنا هكتب مثلا صيانة سيارات، هكتب هنا أو هنا هختار مركز صيانة سيارات، وبعد كده أدوس على التالي. إيه الخطوة اللي بعد كده؟ هيطلب مني إدخال عنوان النشاط التجاري. هنا بتختار البلد أو المنطقة اللي أنت موجود فيها، عنوان الشارع، المدينة، المقاطعة. هتدوس على البيانات ديت أو هتملى البيانات ديت، وبعدين ندوس على التالي. أنا هنا أضفت العنوان دي طبعا أي بيانات: مصر 90 شارع المرغني، مصر الجديدة، القاهرة، وده رمز بريدي. طبعا البيانات دي بس كده إيه، بيانات بنجرب بيها. وبعد كده هندوس على التالي. لكن انت في الحالة بتاعتك لازم تحط البيانات او العنوان المظبوط للنشاط بتاعك. هندوس على التالي. هنروح عند الخطوة اللي بعديها. الخطوة ديت لو انت لو في ناس او في انشطة فيها اسم مشابه او العنوان قريب للبيانات اللي انا كتبتها، فممكن بيقترح عليك هل ده النشاط بتاعك وانت عايز يعني تقول النشاط ده بتاعي وتثبت ملكيتك ليه، ويبقى النشاط ده خاص بيك او اتضاف على حسابك. لكن هنا بس ايه، طبعا احنا عشان بنجرب، فدي طبعا مش الانشطه بتاعتنا او مش هو النشاط بتاعي. فهندوس ليس هناك اي نشاط تجاري متوافق، بعدين التالي. الخطوه اللي بعد كده ما هي تفاصيل الاتصال، يعني انت هتكتب هنا رقم التليفون. هنا الدوله هي طبعا جايبها بشكل تلقائي مصر عشان انا في مصر. بعد كده هتحط رقم التليفون، وبعد كده بيطلب منك موقع الكتروني وكاتب جنبيه اختياري. لو انت عندك موقع الكتروني بيخلي التقل بتاع الجوجل بيزنس بروفايل كويس جدا. هما الاتنين بيكملوا بعض زي ما شرحنا في واحد من الفيديوهات القصيره، ان وجود الموقع الالكتروني وما بتضيفه في جوجل بيزنس بروفايل بيدي ثقة اكتر لجوجل بيزنس بروفايل بتاعك، وبيخلي جوجل يرشح الخدمة بتاعتك لما الناس بتسأل او بتبحث عن خدمة زي اللي انت بتقدمها. فانا هنا هكتب رقم التليفون وهكتب عنوان الموقع الالكتروني. هندوس بعد كده على التالي. هتفتح معانا الصفحة ديت. هو بس جوجل كده عارض هنا كده ايه المميزات اللي انت هتحصل عليها لما تعمل جوجل بيزنس بروفايل. وبعد كده بيقترح عليك ان انت لو انت علمت على دول كده هيوصل لك رسالة على الايميل تخص الموضوع ده. فيعني خلينا بس نعمل متابعة، مش لازم نعلم على المربعين دول. بنوصل للخطوة اللي بعد كده، هي اثبات الملكية. في عندنا 3 طرق لاثبات الملكية. اول حاجة ان بيتبعت لنا او جوجل بيرسل رمز او رقم كده على رقم التليفون اللي احنا بعتناه اللي احنا سجلناه. او تاني حاجة ممكن يبعت لك رمز على البريد الالكتروني، بس في الحالة دي البريد الالكتروني ده ما بيكونش على جيميل او هوت ميل. ده معناه ان انت لازم يكون عندك دومين ويكون عندك بريد الكتروني احترافي، اللي هو مثلا info@hanidراج.com. في الحالة ديت
او تالت خطوة او الطريقة التالتة اللي هي فيديو عن النشاط التجاري. انت بتسجل فيديو عن النشاط التجاري، تصور المكان لو ليه يافطة او المعدات اللي انت بتشتغل بيها او يعني بتصور المكان بشكل عام. وبعد كده بتبعت ترفع الفيديو ده لجوجل، وهنا بيكتب ان هو مش بيتعرض بشكل علني، ده بس جوجل بيتأكد ان انت موجود بتملك المكان ده، والمكان او المكان ده في العنوان اللي انت ضفته في جوجل بيزنس بروفايل. فخلينا انا هنا اختار الطريقة التانية اللي هو كود او رمز بيتبعت على البريد الالكتروني. وبعد كده ادوس على التالي، هكتب هنا عنوان البريد الالكتروني، وبعدين هندوس على التالي. المفروض ان كده اتبعت لي كود او رمز من 5 ارقام. هروح كده على البريد الالكتروني بتاعي واشوف وصل ولا ايه. تمام، وصل الكود او الرمز. نعمل هنا وبعدين ندوس على اثبات الملكية. الخطوة اللي بعد كده ان جوجل بيقول لك ان عملية المراجعة قد تستغرق حوالي 5 ايام، بس ممكن يعني غالبا بتبقى اقل من كده. ندوس على التالي. والخطوة اللي بعد كده ان احنا نبدأ نعمل تخصيص الملف الشخصي بتاعنا على جوجل بيزنس بروفايل. اول خطوة اللي هي اضافة الخدمات اللي احنا بنقدمها. فعلى سبيل المثال عشان احنا كتبنا ان احنا مركز صيانة سيارات، فاقترح ان الخدمات اللي احنا بنشتغل عليها زي تغيير زيت المحرك او صيانة الفرامل، نقل الحركة في السيارات، لو في خدمة هنا مش موجودة بندوس عليها. يعني مثلا على سبيل المثال احنا يعني ورشة صيانة السيارات، فموجود الحاجات ديت. وفي حاجة مثلا نفترض ان انت ورشة متكاملة وبتقدم كمان دهانات للسيارات او اكسسوارات للسيارات، والخدمات دي مش معمول لها ليستنج او مش موجودة هنا في الخيارات دي، فاحنا ندوس على اضافة خدمة مخصصة ونكتب اسمها وبعد كده نضيفها، وبعدين ندوس على التالي. هنلاقي الصفحة اللي بعد كده او الخطوة اللي بعد كده ان احنا بنضيف ساعات العمل بتاع النشاط التجاري بتاعنا. فهي بتكون بالشكل الافتراضي انها بتكون كده كلها مقفولة. فانت تبدأ تفتح يعني خلينا مثلا ان انت بتاخد جمعة وسبت اجازة، فيبقى احنا شغالين كده ايه الحد والاثنين والتلات والاربع والخميس، وعندنا جمعة وسبت اجازة. وبعد كده تبدأ تحدد المواعيد بتاعتك. يعني انت بتفتح مثلا من الساعة 9 صباحا لغاية مثلا الساعة 9 مساء، تبدأ تكتب او تملى البيانات ديت بالشكل المناسب بتاعك. وفي نصيحة مهمة جدا ان انت ساعات العمل اللي انت بتضيفها هنا لازم تكون مطابقة لساعات العمل اللي انت بتشتغل فيها فعلا، وتكون مطابقة او تضيفها بنفس الشكل ونفس الاوقات دي في الموقع الالكتروني بتاعك لو انت عندك موقع الكتروني يعني. فهنا انا يوم الاحد كتبت ان احنا شغالين من الساعة 9 صباحا لغاية 9 مساء. خلينا عشان بس نشوف اوبشن تاني، لو احنا يوم الاثنين ده شغالين 24 ساعة بنكتب احنا شغالين 24 ساعة. يوم الثلاث عشان بس ايه طريقة تانية، يعني لو في اماكن بتيجي تشتغل على سبيل المثال بيقسموا اليوم على جزئين، بيشتغلوا من 8 صباحا لغاية 12 ظهرا، وبعد كده بيشتغلوا من 4 مساء لغاية 9 مساء أو 10 مساء. فممكن نعملها هنا إن إحنا شغالين مثلا هنا من 9 صباحا أو من 8 صباحا لغاية 12 مساء على سبيل المثال، لغاية الساعة 12 مساء. وبعد كده تدوس على إضافة أوقات العمل عشان في نفس اليوم تضيف وقت تاني، إن أنت هتشتغل على سبيل المثال من 4 مساء لغاية مثلا 10 مساء. بعد لما بنضيف ساعات العمل بشكل سليم هندوس على التالي. هنوصل لخطوة إضافة وصف النشاط التجاري. هنضيف هنا وصف بسيط للخدمة بتاعتنا أو حاجة توصف النشاط بتاعنا احنا بنقدم ايه للعملاء في ما يزيدش عن 750 حرف. تقدر تستعين بتشات جي بي تي أو أي AI لو أنت بتعرف تكتب وصف كويس، بس أهم حاجة ما تحطش فيه لينكات ولا تحط فيه اللي هي العلامات اللي هي زي علامة الهاشتاج أو العلامات اللي هي الدولار ساين أو الحاجات دي، وما يكونش فيه غلطات إملائية لأن ده بيأثر قوي في شكل جوجل بيزنس بروفايل قدام جوجل. انا ضفت هنا كده وصف بسيط للنشاط عن ورشة صيانة سيارات، وبعد كده ندوس على التالي. الخطوة اللي بعد كده هي اضافة صور لنشاطك التجاري. في هنا امثلة للصور اللي انت تضيف زيها. طبعا لازم تضيف صور من النشاط بتاعك الحقيقي، يعني انت تعمل صورة مثلا لليافطة بتاعتك، وبعد كده تعمل صورة لحد وهو بيشتغل لو انت عندك ترابيزات او عندك منتجات او عندك، يعني لازم تبقى صور واقعية من المكان اللي انت بتشتغل فيه. لكن انا هنا طبعا انا بس هحط اي صور كده منزلها من الانترنت عشان نكمل يعني الديمو اللي احنا بنعمله. انا ضفت الصور هنا، تقدر تعدل عليهم او تقدر تضيف صور زيادة، وبعد كده ندوس على التالي. الخطوة اللي بعد كده ان جوجل بيعرض عليك ان انت تاخد رصيد اعلاني بقيمة زي ما يكون بقى، يعني على حسب انت بتعمل البروفايل ده منين او هتعمله امتى. فهنا مثلا بيجيب لي اعلان ان انا اقدر احصل على رصيد اعلاني بقيمه 12000 جنيه لو انا هستخدم اعلانات جوجل ادز. فطبعا دي انت لازم تصرف نفس القيمه تقريبا عشان يضيف لك الرصيد ده. فانا في الحاله دي يا اما تعمل طلب رصيد، لكن انا في الحاله دي هعمل تخطي. هنا في الخطوه دي برضو يعني جوجل بيعرض عليك ان احنا ناخد جوجل ورك سبيس اللي هي بيكون فيها الخدمات اللي هي الجيميل ودرايف وجوجل ميت، بس طبعا بتكون
فيها ابجريدز اكتر زي مساحة اكبر، او يديلك ايميل زي كده، زي الايميل اللي هو يو او انفو اسم الدومين بتاعك. فطبعا احنا هنا يا اما عايز تبدا فتره تجريبيه ماشي، لكن انا هنا هدوس على التخطي. وبعد كده بنوصل للخطوه دي الخطوه الاخيره، بيكتب لك هنا ان التعديلات اللي احنا عملناها دي هتكون مرئيه، بس طبعا بعد هتكون مرئيه للعملاء ويكون موجود على جوجل بيزنس بروفايل. بس طبعا ده بعد لما جوجل يتاكد من البيانات اللي احنا حطيناها ويعمل تاكيد للحساب. هندوس على متابعه. فحاليا طبعا عشان النشاط التجاري بتاعنا او جوجل بيزنس بروفايل بتاعنا لسه ما اتنشطش، او لسه ما حصلوش تاكيد من جوجل، فبيظهر بالشكل ده كده. لكن طبعا لما يكون خلاص، لما يكون الحساب اتقبل من جوجل او اتاكد من البيانات ديت، هتلاقي طبعا هنا هتلاقي الصور، هتلاقي السهم اللي هو بيودي على العنوان بتاعك. وهنا طبعا نقدر نعمل تعديل على المنتجات او نعمل اسئله واجوبه العملاء كده، يعني على حسب النشاط انت بيقدم ايه. انت طبعا انت هتكون ادرى النشاط بتاعك بيقدم ايه وايه الاسئله المتوقعه، وتكتب اسئله واجابات ليها، ونقدر نعدل من هنا، ونقدر نضيف صور زياده او نعمل اعلانات وهكذا. بس طبعا هو ظهر بالشكل ده كده عشان زي ما انت شايف ان هو ايه، كاتب ان جوجل شغال على معالجه الطلب وممكن ياخد حوالي 5 ايام. وبكده نكون خلصنا شرح إنشاء جوجل بيزنس بروفايل خطوة بخطوة. دلوقتي دورك إن أنت تطبق وتبدأ تزود فرص ظهور البيزنس الخاص بيك قدام عملائك في جوجل. ولو عندك بيزنس محلي ومحتاج تزود عملائك بشكل أكبر، إحنا بنوفر لك كل الأدوات والخطط اللي بتساعدك تعمل ده. تقدر تتواصل معنا عن طريق الرابط الموجود في الوصف، ونراكم على خير. السلام عليكم.